متخيل واحد ميت من جواه، ابنه لسه متوفي، لازم ينزل يقف ويغني في فرح، يضحك ويقول هيه، وابنه لسه ريحه ترابه في هدومه. رساله اسماعيل لينا مش بس ان مفيش حد مرتاح، رسالته اهم واعمق من كده بكتير. نقوا قلوبكم ونضفوها من جوه، بطلوا حسد، بطلوا البصصان على اللي في ايد غيرك، روضوا نفسكم وافهموا ان الرزق عمره ما كان عربيه او حساب في البنك. الرزق الحقيقي هو سلام القلب وغنى النفس والستر اللي ربنا مديهولك وانت مش حاسس بيه. اللي عايز يبص على حياه حد او بيتمنى حياه حد لازم ياخدها بالباكج كده كلها على بعضها، بالفلوس وبالحسد وبالوجع اللي بيجي معاها، بالنجاح وبليالي القهر اللي محدش بيشوفها. لان في الاخر الحياه كلها مش مستاهله. الاقساط اللي خايف منها، ضغط مديرك في الشغل اللي مش بيخلص، الديون اللي محوطاك ومخلياك مش عارف تنام، ازمه ركنه العربيه، ازمه المواصلات، رساله التهديد اللي بتجيلك من طريقتك بالليل، كل ده بينتهي في ثانيه واحده. هي لحظه وبيفضل بس رصيدك النظيف عند ربنا والقلب السليم اللي قابلت بيه الناس. الانسان سيره، فنقي قلبك عشان تسلم من الحياه دي وانت الكسبان. يوسف ماي son I love you. السلام عليكم.